الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني الكرام متابعين قناة لمسة. النهاردة هنعمل مع بعضنا حاجة جديدة، أتمنى تجربوها إن شاء الله هتعجبكم، إن شاء الله تنال إعجابكم. تمام، حاجة جديدة وغريبة الناس ما تعرفهاش كتير. تمام. هي طريقة البصل المخلل، بس مش البصل القوارم الصغير، لأ هنعمل بصل الكبير، سواء البصل أحمر زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. أو ممكن نمشي بالبصل الأبيض عادي. تمام. بس يعني أنا أفضل البصل الأحمر زي اللي حضراتكم شايفينه قدامكم في الصورة ده. تمام. طعمه جميل إن شاء الله، وهيبقى طعم البنجر يبقى طعمه أجمل إن شاء الله بإذن الله. أتمنى ينال إعجابكم. تمام. وإن شاء الله تجربوه. تمام. تعالوا مع بعضنا نعمل الطريقة ده. البصل ماشي. هنجيب طبعا البصل مقشر معانا هنقطعه، نقطع البصلاية بالنص كده نصين، وبعد كده بنقطعه. التقطيعة دي اسمها ايه؟ هاف سلايز، يعني نص الشريحة يعني. تمام. أو أنصاص شرائح. بنقطعه، قطعنا الكمية بتاعتنا بقت بالشكل ده كده. ماشي. معانا دي بنجر، هنجيب بنجرتين أو بنجراية واحدة كده نيين، وهنقطعهم. أهم حاجة بس نحافظ على الكلر بتاعهم، على اللون بتاعهم. ماشي. ونجيب ليمونة كده ونقطعها برضو هاف سلايز. قطعنا، نحط البنجر مع الليمون مع البصل بالشكل ده كده ونقلبهم كده. ومعانا البرطمان بتاعنا نحط فيه الايه الكمية بتاعتنا دي، على حسب يعني ما ياخد، على قد ما ياخد البرطمان بتاعنا، اللي هو البصل مع البنجر مع الليمون. حطينا كمية البصل هنا على قد ما خد البرطمان. بعد كده معانا المية دي نحط فيها الملح بتاعنا وندوبه كويس. طبعا هتيجي تقولوا الملح قد ايه؟ الملح على حسب ما ندوق، لما نيجي ندوق كده يعني الملح يكون زايد سن عن الطبيعي. يعني احنا بس لما بنيجي نحط ملح في الاكل، تمام، بنلاقي الملح مظبوط، لا احنا نزود سنه. تمام. وبعد كده بنحط ايه؟ بنحط الخل، نحط شويه خل على البصل كده من فوق. وبعد كده بنيجي نحط الميه بتاعتنا. طبعا بنحط مع ايه؟ معلقه سكر، ممكن ما تكونش بانت في الفيديو، بس بنحط معلقه سكر معلقه واحده سكر. السكر مع الملح بيتفاعلوا، بيدوا طعم كويس، بيدوا تيست كويس يعني. تمام. نحط الميه بتاعتنا بحيث انها تتملي للاخر البرطمان بالشكل ده، بحيث ان ما يكونش فيه هواء، ما يكونش فيه فراغات. نيجي نقفل، طبعا الميه هتنزل من ايه؟ الميه الزياده هتنزل، بس عشان ما يكونش فيه فراغات بقى بالشكل ده معانا. ماشي. بعد ما قفلناها هيبدأ بقى اللون ده يطلع ويخرط على البصل. ماشي. هنسيبه طبعا ايه؟ 4 أيام لأسبوع، من 4 أيام 5 أيام أسبوع إن شاء الله بالكتير يعني. تمام. وتاكلوا منه يبقى إيه؟ كل ما يقعد أكتر في التخليل كل ما يكون أحسن يعني. ماشي. أتمنى تجربوه كده وينال إعجابكم، وإن شاء الله تشتركوا في القناة كده وتعملوا لايك. طبعا اللايك بتاعكم عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. أهو شايفين الشكل الجميل ده؟ بعد ما خليناه بعد أسبوع أو بعد 4 أيام بقى بالشكل ده. بقى إيه؟ اللون خرط أكتر. نطلعه كده ونشوف وندوق منه، نشوف بقى بالشكل الجميل ده. اشتركوا في القناة هتشوفوا كل جديد، وكل ما هو غريب إن شاء الله هتشوفوه في قناتنا. أهو بقى بالشكل ده معانا. شايفين لون البنجر عمل معاه إيه؟ أشكركم شكرا جزيلا.